جاءت معه هكذا، فربما أراد أن يضرب على أوتار القلوب. ومن غير الشعراء دائما وأبدا يتحدث بلغة القلب وبلغة الوجدان، فإذا هو يفجأنا بقضية هامة ألا وهي قضية المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ونعلم جميعا أيها الإخوة الأحبة حال المسجد الأقصى وحال الأمة الإسلامية من الذل ومن البهانة ومن التردي الذي وصل إليه حالنا. وإن لم يتأثر الشعراء والشعراء هم ضمير الأمة. الشعراء دائما وأبدا هم الذين يعبرون عن آلام الأمة. فمن يعبر عن آلام المسجد الأقصى، وربما كانت تلك الآيات ردا فاصلا وجازما على تلك القضية المثارة في العصر الحالي، ألا وهي قضية الجدار العازل الذي يبنى في غفلة كثير من الناس. جدار عازل نبنيه نحن بأيدينا لنزيد من حصار إخواننا، لنزيد من تقتيلهم، ونزيد من تعذيبهم، ونزيد من إذلالهم، ليس بأيدي اليهود بل بأيدينا نحن. فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل إنسان كان عونا فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل إنسان كان عونا لإذلال أخيه المسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذه الكلمة المقتضبة حتى لا أطيل عليكم وحتى لا أضيع وقت الندوة، أترك تقديم السادة الشعراء إلى قطبين من أقطاب الساحة الأدبية بالإسكندرية، رجلين لهما آثار بارزة وعلامات واضحة، وهم أهل لهذا الجلوس، ولا يوجد خير منهم لأن يكون في تلك المكانة، مع والدي وأخي الأستاذين العظيمين الأستاذ السيد محمد الخشاب رئيس رابطة السجالين وكتاب الأغاني، والأستاذ عادل عوض سلف المستشار الثقافي لرابطة السجالين وكتاب الأغاني بالإسكندرية. وأهلا ومرحبا بكم شعراء ومتذوقين المرة الأخيرة. ثم أكرر ترحيبي الخاص برجال التربية والتعليم إخواني في المدرسة الذين حضروا ليتذوقوا الشعر وليطلعوا على الحالة الأدبية الموجودة بالإسكندرية. نفعنا الله بكم وأدام لنا أو علينا تلك الروح الطيبة حتى تستمر هذه الندوة الشهرية في هذا النجاح المتواصل. وشكرا لكم.